قاعدة كده سقعانة وجعانة ومش عارفة تاكلي ايه، قوميلي كده عشان نعمل الصينية القمر دي اللي مش تاخد مننا اي وقت خالص. اول حاجة كده كنت محمرة بطاطس ومرضيوش ياكلوها، فحطيت عليها شوية ملح كده وقلت هعمل بيها اختراع قمر قوي. هجيب الصينية بتاعتي، وكان باقي عندي بشاميل من صينية مكرونة انا كنت عاملاها. سخنته كده وحطيت تحت كده في الصينية شوية بشاميل، وبعدين حطيت البطاطس بتاعتي. وكان عندي برضو معلقتين كده من عصاج اللحمة، حطيته مع البطاطس بتاعتي كده كل الكمية بتاعتي. ولو متوفر فراخ كبدة اي حاجة متوفرة عندك حطيها. وحطيت البطاطس بتاعتي تاني كده على اللحمة بتاعتي من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وباقي البشاميل كده حطيته. والبشاميل بتاعك كل ما كان خفيف كل ما كان طعمه احلى مع البطاطس. ومعايا عندي صوص البرجر كده حطيته. لو متوفر عندك صوص الشيدر اي صوص عندك بتحبيه، او معلقه كاتشب كده من فوق، وهندهن بيهم وش البطاطس بتاعتي على البشاميل كده، وهو اختراع خطير قوي. ولو متوفر عندك جبنه موتزاريلا حطيها، ومش متوفر دخلي الصينيه كده الفرن بتاعك. ميكس بقى بين الموتزاريلا والشيدر بيبقى خطير اوي. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق كده لحد ما الجبنة تسيح والبشاميل مع البطاطس يستوي بالشكل القمر ده. الجبنة بتاعتنا خلاص ساحت كده ومطت واخدت اللون الحلو اللي احنا بنحبه ده، وبتمط معانا. حرفيا احلى صينية جوعك في الجو الساقع ده والوقت المتأخر ده. ما تحتريش خالص لما تجوعي. كل المكونات بتاعتك اللي عندك كده في البيت طلعيها واعملي بيها اختراعات قمر كده هتسد جوعك وهيبقى طعمها حلو قوي. ميكس البشاميل مع الجبنه الموتزاريلا مع الصوصات اللي احنا حطيناها مع اللحمه خطير قوي. يعني ما ترميش اي حاجه، اعملي كده زي ما بيقولوا من الفسيخ شربات. احط كده معلقه كاتشب تاني على البطاطس بتاعتي. طعمها خطير قوي. طبعا بقى مش هننام جعانين، لازم نعمل اختراع القمر ده ونزود من الصوص بتاع البرجر بتاعنا كده. هو خطير مع طعم البطاطس بالكاتشب، فهو طعمه حلو قوي. احلى ميكس ممكن تعملوه، احلى حاجة ممكن تعملوها تسدوا بيها جوعكم. استنونا في اختراعات تانية كتير قوي.